عندي مثلا مشكله في التواصل البصري، وعندي مشكله في التاخر اللغوي، وعندي مشكله في التفاعل الاجتماعي، ممكن يبقى الطفل حرمان بيئي. ليه؟ لان الحرمان البيئي ممكن يبقى الطفل عنده تشتت انتباه اصلا، والطفل عنده فتشتت الانتباه ده هيعمل لنا تاخر لغوي، وبالتالي التاخر اللغوي مش هيخلينا نتفاعل اجتماعيا كويس. طيب ممكن يبقى انا عندي مشكله عندي كسور حسي، بيخلي الطفل عنده شبه اللزمات، او بيحط ايده على ودانه، او ان هو بيعمل حاجات او اعراض تدل ان احنا عندنا كسور حسي، او ان هو بيصرخ، او ان هو بيخبط دماغه في الارض. وعندنا تاخر لغوي، وعندنا كسور في التفاعل الاجتماعي والتواصل البصري. فدولت موجودين عند اطفال الكهرباء، تمام، وموجودين عند الاطفال اللي عندهم اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. فبالتالي انا هقول ان هو طفل توحدي وهو اصلا حاجة تانية، او ان هو مشكلة تانية خالص. طيب ممكن يبقى عنده ضعف في التواصل البصري وتأخر لغوي، وبالتالي تأخر او كسور في التفاعل الاجتماعي بسبب ضعف السمع عنده، او بسبب ضعف البصر عنده، ان هو اصلا هو مش شايفك، فهو مش قادر يتواصل معاك بصريا بشكل كويس. وبالتالي ده ممكن يكون بعوامل تانية مؤثرة على اللغة عند الطفل، او على التفاعل الاجتماعي. او ممكن الطفل يبقى عندنا بقى يعني في امثلة كتير تقول ان الطفل عنده مشكلة تانية غير المشكلة اللي انا بقول عليها، او مشكلة التوحد. احنا بنشخص طالما في لازمات، يبقى انا بقول ان الطفل توحدي. لا، ده غلط، تمام. فلازم اشوف الخمس اعراض مجتمعين عشان اقدر اقول الطفل ده توحدي. ولازم ابقى فاهم معنى الخمس اعراض، يعني مش هبقى عارفهم، ابقى فاهم كل واحدة بتقول ايه.